السلام عليكم. حافظ دراجي، هل هو مدافع شرس عن الجزائر أم أنه موظف قطري؟ هل هو يعمل لصالح الجزائر ولمصلحتها، ولا يدي ويجيب في الغاشي ويمثل خطر على وله أجندات أخرى؟ نحاول نحلل أوضاع وتفاعلات حافظ دراجي وتصرفاته. قبل ما نبدأ نقول الناس اللي تعتبر حافظ دراجي من مبشرين بالجنة ولا من المعصومين، من الأئمة المعصومين. في هذا الفيديو ماشي موجه لكم، والناس اللي تشوف فيه باللي شيطان لا يصلح، فاسد كذا كذا، تاني ماهوش موجه لكم. هذا موجه للناس اللي ممكن يعجبها حافظ دراجي، ممكن ما يعجبهاش حافظ دراجي، ولكن تشوف فيه إيجابيات وسلبيات. حابة تفهم الوضع الحقيقي حافظ الدراجي، لأنه في الجزائر نقولوا بزاف باللي هو تابع لكلون، تابع لمجموعة لعصابة. كي تعود هذه العصابة تحكم راه يحب الجزائر، كي تعود ما تحكمش راه ما يحبش الجزائر. وهذا يعني ماهوش يعني صحيح 100%، لأنه السيد راه موظف قطري قبل كل شيء. ونشوف نشوفوا المواقف تاعو. نبدأ بقضية انسحاب الجزائر من تنظيم الكان 2025، واللي يظهر لي رسميا راح ينظمها المغرب الأقصى اللي هو المروك. المهم، طريقة فعلا هو أنا نتفق معاه، وطريقة اللي على كل حال هذه علنتها وكالة الأنباء الجزائرية، الطريقة اللي تم منح تنظيم المغرب الأقصى. طريقة يعني واش نقولوا احنا، راح أكثر من طريقة منح تنظيم كأس العالم لقطر، اللي لحد الآن ما زالوا القضاة يحققوا في الرشاوي وما أشبه لذلك. أن يصرح رئيس الاتحاد المغربي أو الرابطة المغربية قبل أنه خلاص راه منحوا له التنظيم، يعني هذا يعني فضيحة للاتحاد الإفريقي لاقاف. نقدروا نقولوا بلي عنده الحق حافظ الدراجي كي يقول سقط القناع تاع الاتحاد الافريقي. هذه نتفق معاه، ونقدروا نقولوا في المجال تاعو هو معلق رياضي مشهور وصحفي، وكان رئيس تحرير نقولوا الاخبار الرياضيه في الاذاعه الوطنيه في التلفزه الجزائريه من قبل. اذا هذا مجال تاعو، ولكن انا اللي الحاجة اللي نقولوا تقلقني هي أنه يخرج بكثير من المجال تاعو، يهضر في مواضيع ما تهموش. وديجا أصلا هذا في هذا تعليق هذا اللي قال فيه اللي الجزائر انسحبت، ما عطاش الحقيقة كاملة. أول حاجة نعرفوا باللي أصلا الأفارقة ما يقبلوش أنه تنظم كأس إفريقيا لدورتين متتاليتين في شمال إفريقيا. كما نقول شمال إفريقيا معناها ما راحش يقبلوا أنك تنظم 2025 في المغرب، و2027 ما يقبلوش حتى ولو كانت في السودان، لأنه يعتبروها شمال إفريقيا، يعتبروها دولة عربية. ولو ما حتى وتنظم 2005 نقولوا كأس إفريقيا في مصر، وتحاول تنظم المرة اللي موراها الدورة اللي تزيد في موريتانيا، راح ما يقبلوش الدول الإفريقية اللي تجي جنوب الصحراء. هذا معروف عند الأفارقة السود أنهم يحتقروا نفوسهم نوعا ما، وما يقبلوش أنه دول شمال إفريقيا تحتكر تنظيم مثلا وتنظم لدورتين متتاليتين. هذا معروف عند الناس اللي تعرف في المجال هذا. معناها باللي الجزائر كي تنسحب من 2025 مستحيل أنها تنظم 2027 إذا كان مدوا منحوا 2025 تونس ولا المغرب الأقصى ولا مصر ولا حتى السودان ولا موريتانيا ولا. هذا معروف. ويظهر لي حتى لو منحوه للنيجر أو مالي ما راحش يمنحوه للجزائر، لأنه الجيران. معناها باللي يمنحوا لبلد وبعدها يمنحوا، إذا كان منحوا لإفريقيا السوداء ممكن يمنحوا بلد من شمال إفريقيا. لما يمنحوا بلد من شمال إفريقيا الدورة اللي تزيد يمنحوها يعني بصفة طبيعية لدولة من أو لدول من إفريقيا السوداء ودول جنوب الصحراء.
المشكل في هذا التعليق تاع حفيظ دراجي أنه يقول فضيحة، انسحبت الجزائر وزامبيا والسنغال ونيجيريا رفقة بنين. معليش، هذا ممكن يكون فيها يعني تبعات قضائية وكل شيء، هذه حاجة عادية. لكن فيها فضيحة، لكن فيها رشوة ولا فيها محسوبية ولا فيها كذا، حاجة عادية. التعليق تاعو يقول 2027 مثيرا للسخرية، خاصة يعني فوز الثلاثي كينيا وغندا وتنزانيا 2027 مثير للسخرية، خاصة أن منتخباتها تستقبل مبارياتها خارج أراضيها بسبب عدم توفرها على ملاعب تستوفي شروط الكاف. يا سبحان الله، هذا ما عرفش أنه هذه تعتبر يعني نوع من العنصرية. وهذا يمد يعني هذه كي شفتها أنا وحتى ربي سبحان الله. اتق الله يا أخي، اتق الله في نفسك، خاف ربي يهديك. وين رايح راك تمد الصورة سلبية عن الجزائر وعن الجزائريين، هذه أول حاجة، لأنهم هما يشوفوا لك بصفتك جزائري. نعرفوا يعني الحملة اللي دارت ضدك ماشي على أساس أنك موظف قطري في بين سبور، دائما يهاجموك على أساس أنك جزائري، وانت دائما تمد يعني نظرة سلبية، تمد أمور تتصرف على أنك أنت ممثل الدولة الجزائرية، وأنت لا تمثل ولا نفسك يا أخويا، تمثل غير نفسك. كيفاش أنت يعني تتكلم كلام مثل هذا؟ هذا كلام عنصري. يعني كينيا أوغندا وتنزانيا، وأنت تعرف أن تنظيم المناسبات القارية والعالمية بهذا الحجم راح يعطيهم دي سيفونسيون، معناها تمويل أنهم يعملوا ملعبين، لو يلعبوا ملعبين في كل البلد راح يكون 6 ملاعب. وراه مشكل، ما فهمتش أنا. يعني هذه دول، هذا احتقار، وهذا يعني نوع من العنصرية، والله العظيم. ربي يهدينا. هذه الأولى. Donc pour ceux qui considèrent que Hafid Darraji vraiment c'est un ange, ou c'est quelqu'un de, comment dirais-je, c'est un intouchable, c'est parmi les gens qui vont direct au paradis, ou qui c'est les véridiques, tout ce qu'ils disent c'est vrai, tu peux pas contrarier. Donc cette petite vidéo n'est pas faite pour vous. En gros, si vous considérez que c'est une personne, en fait, c'est un commentateur sportif qui peut, voilà, qui fait des bonnes choses dans son domaine, mais il sort souvent de son domaine et il commet des erreurs qui sont quand même néfastes pour surtout de l'image de l'Algérie. Voilà, c'est ça ce que j'essaie d'expliquer en fait. دونك منين نبداو القضيه؟ دونك حكينا على اخر خرجه له، وين حاول انه يفضح الكاف وسقط في مستنقع العنصريه والتمييز، ويحكي على دول افريقيه على انها يعني كما نقولوا جمهوريات الموز، او دول يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. وهذو الناس اللي يعني اللي منحتهم تنظيم راح تحوس تربحهم. اذا كاين ناس ضغطت انهم ينظموا، راح تحاول انها تغلغل في هالدول حتى من ناحيه السياسه. وانت تتكلم كانك تتكلم باسم الجزائر. سبحان الله، علق يا اخي في اطار قاعد في المجال ديالك. انت ماكش مكلف رسميا من الدوله الجزائريه، ولا تمثل الاتحاد الجزائري، ولا هذه هي. وفي الأخير جيت تعلق على أنك أنت وطني إلى النخاع وكذا، تقول يقتلوننا لكي يعيشوا. من هم هذا اللي يقتلوننا لكي يعيشوا ونموت من أجل تحيا الجزائر؟ هذه مقولة يظهر لي تاكش مجاهد. ما يدوق نشوفوا أنت حفيظ الدراجي، هل أنت يعني مجاهد وطني قح، ولا أنت يعني تأخذ مع الخائضين أي موضوع تحكي فيه